أهلًا بقى برمضان وعصاير رمضان، وطبعًا أحسن حاجة إحنا بنحبها عصير البرتقان بالجزر، ده مفيد لينا ولولادنا جدًا، ولادنا هيحبوه وهيشربوه إن شاء الله. بُصّي يا حبايبي، إحنا عندنا طريقتين ممكن نعمل بيهم عصير البرتقان، يا إما نقسمها كده نُصّين ونضربها في العصارة، اللي متوفر عنده عصارة، اللي مش متوفر عنده عصارة مش بنقف عند حاجة، هنقطعها طرنشات كده وهنضربها في الخلاط لوحدها الأول. وعندنا بقى يا حبايبي كده إن شاء الله كيلو جزر، هنسلقه بمعلقة سكر، ونسلقه لغاية أمّا نحس إن هو استوى تمامًا، لازم يكون دايب كده في السوا يا حبايبي. هنضرب ده في الخلاط إن شاء الله، ونرجع بقى نضرب كمان عصير البرتقان مع بعض، ونحط معاهم 3 ليمونات يا حبايبي على الكمية دي كلها. دي 3 كيلو برتقان، عليهم كيلو جزر، بنحط كيلو إلا ربع سكر، و3 ليمونات دول يا حبايبي بيكفّي كلّه. ويالّا ألف هنا. وطبعًا قشر البرتقان ده حبيبي إحنا بنسلقه وبنستخدمه في التتبيلات بقى بتاعتنا، بتاعة الفراخ وبتاعة أي حاجة وفي المنظفات كمان. يا ريت لايك وشير بقى لو أول مرّة تشوفوني، أنا سحر البدري، ويا ريت لو الوصفة عجبتكم عايزة أسمع رأيكم، وألف هنا.